بقالك شهور بتقول هبدأ بكرة ومش بتبدأ. بكرة الجيم، بكرة المذاكرة، بكرة المشروع، وبكرة بقالها شهور. ولو سألت نفسك ليه هتقول أنا كسول. بس الحقيقة أنت مش كسول، أنت بس مش فاهم إيه اللي بيحصل جواك. خليني أحكي لك حاجة حصلت لي. أهلا بيك في مساحتك الهادية. أنا إيمان، واللي هحكيهولك دلوقتي ممكن يكون حصل معاك أو بيحصل دلوقتي. خلونا نفك الشفرة سوا. كان عندي فكرة مشروع متحمسة ليه جدا. كتبت كل حاجة، الخطة، التفاصيل، حتى الاسم. وكنت كل يوم بقول هبدأ النهاردة. بس كنت بفتح اللابتوب وأقفله، أفتح فيديو وأقفله، وأعمل أي حاجة غير إني أبدأ. وعدى يوم واتنين وأسبوع، والموضوع بقى تقيل جدا لدرجة إني بقيت بتجنب حتى التفكير فيه. كل ما يجي في دماغي أفتح الموبايل أو أنام. لحد ما في يوم قعدت مع نفسي وسألت سؤال مختلف: أنا فعلا مش ببدأ ولا أنا بهرب؟ واكتشفت حاجة قلبت كل حاجة. أنا ما كنتش بأجل المشروع، أنا كنت بأجل الإحساس اللي وراه. إحساس إيه؟ أسوأ حاجة إني كنت فاكرة إني كسولة، ويمكن أنت كمان فاكر كده. خايفة أفشل بعد ما أبدأ، حاسة إن الشغل تقيل وأنا مش قده، حاسة إني لازم أعمله كامل وإلا ملوش لازمة. فكنت بعمل حاجة أخطر من التأجيل، كنت بهرب. خليني أقولك الحقيقة ببساطة، أنت مش بتأجل الفعل، أنت بتأجل إحساس تقيل. عشان كده كل ما تيجي تبدأ تحس بمقاومة جواك، مش لأنك مش عايز، بس لأنك خايف. خايف من الفشل، من الضغط، من إنك تكتشف إن الموضوع أصعب مما توقعت. فدماغك بيحاول يحميك بطريقة غلط، يقولك بلاش دلوقتي، خليها بعدين. فتحس إنك مش قادر تبدأ وإنت فاكر إنك كسول. طيب نعمل إيه؟ أنا عملت 4 حاجات بس فرقوا جدا. ابدأ ب5 دقايق، مش عشان تخلص، عشان تكسر الرهبة. بطل تستنى المزاج، ابدأ حتى لو مش عايز. الغريب إن المزاج بيجي بعد ما تبدأ مش قبلها. اسمح لنفسك تعملها وحش، مش كامل، مش مثالي، بس موجود. واجه الإحساس بدل ما تهرب. خايف؟ تمام. قلقان؟ عادي. بس هبدأ رغم ده، لأن الحقيقة الإحساس مش بيختفي لما تهرب، هو بيكبر. في اللحظة اللي هتبدأ فيها هتكتشف إن أصعب حاجة ما كانتش الشغل، كانت المواجهة. مواجهة خوفك، مواجهة نفسك. يمكن ما تبقاش جاهز بس تقدر تبدأ، ويمكن ما تبقاش مثالي بس هتتحرك. والحركة دي ممكن تغير كل حاجة. لو في حاجة مأجلها بقالك كتير، اقفل الفيديو ده وابدأ فيها 5 دقايق بس، وبعدين ارجع اكتب لي بدأت في ايه. كنت معاكم إيمان، أشوفكم في حكاية جديدة.